سيدي وبمختلف المناطق ديال المملكه المغربيه. تحيه لباليه الاخوان والاخوات للبرمجه ديال المكاتب النقابيه باقليم سيدي فني. بالطبع هذا كما قلنا من خلال البيانات اللي صدرنا كنقابات بان هي المحطه الاولى في المسلسل النضالي ان شاء الله، اللي كنعرفوا بان الحقوق تنتزع ولا تعطى. الاشكال اللي وقع فيه وزير التربيه الوطنيه هو انه ما احترمش المؤسسه وما احترمش التعاقدات، لان المؤسسه تحترم التعاقدات. سيد وزير التربيه الوطنيه صدر مذكره واضحه 59/17 بتاريخ 27 ابريل. هذه المذكره اعطت انطلاقه لاجراء حركه انتقاليه وطنيه لكافه نساء ورجال التعليم بالمغرب. المرجع ديالها الوحيد هو المذكره الاطار ديال الحركه الانتقاليه 56/15 اللي صدرت في 6 ماي 2015. هذه المذكره الاطار هي ايضا مذكره واضحه لانها وضعت المعايير ديال المشاركه. هذا المعيار الاساسي ديال المشاركه اسمعوا لي اخوان. الشرط ديال المشاركه بالنسبه للتعليم الابتدائي يسمح بالمشاركه في الحركه الانتقاليه لسنه التعليم الابتدائي المتوفرين على اقدميه 3 سنوات دراسيه في منصبهم الحالي. اذا المساله واضحه، اي استاذ عنده الحق في المشاركه في الحركه ويتبارى وفق هذا التعاقد. السيد وزير التربيه الوطنيه ما احترمش هذا التعاقد. السيد وزير التربيه الوطنيه خرق المذكره، وبالتالي كنقولوا بان الاجراءات اللي قام بها السيد وزير التربيه الوطنيه ووزاره التربيه الوطنيه هي غير قانونيه وغير مقبوله. خلفت لنا كارثه. علاش؟ باش النتيجه ديال الحركه ونعطي مثال ديال سيدي فني وبحالو المناطق ديال المغرب كلها. للاسف السيد وزير التربيه الوطنيه ما سمعش، لانه كان راهن في التصريحات ديالو في مجلس المستشارين بانه غيصف جميع نساء ورجال التعليم، وبان الحركه غتكون بين الناس المحليين والوطنيين حول هذه المناصب اللي هي شاغره. ما وقع في سيدي فني هو اللي وقع في مختلف المناطق ديال المغرب، اللي جينا بان استاذ او استاذه عندها يلاه 5 سنوات ودخل منطقه ديال جد ديال البلديه ديال سيدي فني ب 22 نقطه، في حين اساتذه الان 23 سنه 24 سنه و21 سنه يقطعون في الجبال عندهم 170 نقطه 160 واكثر، لم يستطيعوا انهم يدخلوا وتم اقصائهم بدون شي حق. اذا المساله واضحه ان هذه النتائج اللي تنسبها وزير التربيه الوطنيه نتائج باطله. ثانيا ايضا الاساتذه ما تمش احترام حتى الرغبات ديالهم بالنسبه للاخوان المنتقلين من سيدي فني الى مناطق اخرى. اذا حركه ظالمه، حركه لم تحترم التعاقد اللي كان بين نساء ورجال التعليم مع الوزاره اللي معطاته المذكره الاطار ديال الحركه الوطنيه. اذا المطالب ديالنا هي مطالب مشروعه بان يجب انصاف جميع نساء ورجال التعليم من هذا الخرق الغير قانوني. السيد وزير التربيه الوطنيه ايضا لم يكترث لنداءات النقابات في الاجتماع الاخير، بل انه اصر على انه يصدر نتائج رغم بها النقابات مركزيا لم توقع هذه النتائج ورفضتها واعلنت على ذلك في مختلف البيانات ديالها وطنيه. تحيه مرضيه لاداره النقابيه. نطالب